خلص العيد وكلنا الكحك والبسكوت وصحاب الشاي انبسطوا بيه. النهاردة هنتكلم مع محبي القهوة. فنجان القهوة لازم يبقى معاه حلا، والنهاردة احنا هنعمل حلا، نوعين حلا هيبقوا مع فنجان القهوة، ونستمتع بطعم القهوة مع الحلا اللي هنقدمه النهاردة. نبدأ مع بعض. هنكون معانا بسكوت شاي عادي، اي نوع بسكوت بتفضلوه. هنطحنه، نحطه في الكبة ونطحنه. هو تقريبا هناخد العلبة كلها فيها 12 باكت. بنكسره الاول. هنبدأ بعد ما نطحنه هنجيب بولة ازاز كبيرة وهنحط فيها البسكوت المطحون. طبعا احنا ما بنحطش كل كمية البسكوت مرة واحدة، هنا بنكمل بقية البسكوت عشان يطحن طحن ناعم، ما نحطوش كله. بنضيف عليه كاكاو خام، حوالي ربع كوباية كاكاو خام، وهنحط معاه حليب مكثف. هو الحليب المكثف هو اللي هنعجن بيه البسكوت او عجينة البسكوت النهاردة، اللي احنا هنعمل بيها كرات البسكوت بالشوكولاتة. ده هيبقى اول حالة معانا. احنا معانا النهاردة 2 حالة. ده الاول. بنخلط الاول الحليب المكثف مع البسكوت، نفضل نقلب فيه لحد ما تتحول معانا تبقى زي العجينة كده، ونبدأ نضيف الحليب المكثف بالتدريج لحد ما نشوف هتاخد معانا قد ايه. طبعا انا ضفتها كلها، بس حسيت ان عجينة البسكوت كانت لينة قوي، فهحطها وانا بكورها هتبان ان هي لينة. معانا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني، دول هنسيحهم ونخليهم على جنب. بس وانا بكورها هنا حسيت ان هي العجينة طرية قوي، فحطيتها في التلاجة لمدة نص ساعة تمسك شوية. هنشوفها لما حطيتها في التلاجة طلعتها. هنا كانت لسه لينة قبل ما احطها في التلاجة، هنا لما طلعتها من التلاجة كانت العجينة ماسكة ومتماسكة وقادرة ان انا اكورها بمنتهى السهولة. جزء خليته سادة وجزء حشيته بندق، براحتكم، وعايزين تحشوها حاجة احشوها بندق، لوز، سوداني، اي حاجة موجودة عندكم. مش حابين وتخلوها سادة برضو مفيش مشكلة، وهتبقى طعمها جميل سواء كانت محشية او سادة. بعد كده بعد ما نكورها هبدأ احطها في صوص الشوكولاتة بعد ما سيحته، وبصفيها كويس من الشوكولاتة. وطبعا الصينية محطوط عليها ورقة زبدة عشان الشوكولاتة ما تلزقش في حاجة. وهنعمل كام واحدة بالشوكولاتة البني، وبنزوقها بأي شيء موجود عندكم المتاح. ممكن جوز هند، ممكن بالسوداني المجروش، بشر شوكولاتة، اي حاجة موجودة. انا اللي كان موجود عندي كنت بزين بيه. هنعمل جزء بالشوكولاتة البني، جزء بالشوكولاتة البيضة، زي ما احنا شايفين بنزين بأي. هنا انا عندي حاجات اللي هي الالوان دي جميلة، بتدي شكل مع الشوكولاتة. برضو لما حطيت الشوكولاتة مع الشوكولاتة برضو حلوة. هنحط هنا الشوكولاتة البيضة، وبرضو هنزين الشوكولاتة البيضة. وبعد كده هندخلهم التلاجة بعد ما نخلص كل الكرات اللي موجودة عندنا، هندخلها التلاجة عشان الشوكولاتة تمسك كويس فيها، يعني لمدة حوالي ساعة. بعد كده هنبدأ نعمل الحلا التاني معانا. الحلا التاني معانا هنا هيبقى معانا تمر من غير بذر، شايلين منه البذر، ومعانا سوداني حوالي ربع كيلو سوداني محمص، ودول تقريبا البلح حوالي 350 جرام، ومعانا سمسم. هي دي مكونات الحلا التاني، هو 3 مكونات بس، السوداني والسمسم
والتمر. وهيبقى معانا بقية الشوكولاتة السايحة اللي هي البيضة والشوكولاتة البني هنزين بيهم في الاخر. بنطحن السوداني زي ما طحنا البسكوت كده، طحن ناعم برضو. وهنفرم التمر، بس ما بنحطوش كله مرة واحدة في المفرمة في الكبة، بنحطه جزء جزء. نفرم اول حبة لحد ما ينعم ويبقى طري كده زي عجينة لينة، ونبدأ نحط الباقي عليه يتفرم معاه ويتضرب كله مع بعضه، فرم كله مع بعضه. هنطلعه من المفرمة. وبعدين هنحطه فوق السوداني وهنعجنهم مع بعض عشان نعمل بيهم عجينة قطعة واحدة. بس طبعا احنا في الاول برضو واحنا بنعجن هنلاقيها لينة، فعشان نقدر نشكلها كويس نعجنها الاول كويس، نكون منها عجينة، ندخل السوداني كويس جوه التمر يتجانسوا مع بعض الاتنين. السمسم هنستخدمه اخر حاجة خالص. لما بحس ان هي بقت عجينة كده كلها السوداني تدخل في التمر، بدخله التلاجة حوالي نص ساعة عشان اقدر امسكه. لما دخلته التلاجة وطلعته قدرت اتحكم في العجينة بتاعته. بلفها رول في ايديا كده، بعد كده هاخدها الفها في السمسم. حالة التمر ده بيبقى تحفة مع فنجان القهوة، بيبقى جميل. طبيعي التمر بيحب فنجان القهوة او فنجان القهوة بيحب التمر. فهنلفها في السمسم وهنعمل كذا واحدة لحد ما نخلص الكمية اللي عندنا. بنلفها في السمسم كويس، والسمسم برضو يكون متحمص مش ني. بعد كده هنجيب بقى العصاية بتاعة الشيش طاووق بظهرها كده، مش الجزء المدبب، لا من الظهر. هنبدأ نعمل فتحة في النص في الرول اللي احنا عملناه بتاع التمر، عشان هو ده اللي احنا هنملاه بالشوكولاتة. هنحط فيه شوكولاتة بيضة وبعد كده هنزين بالشوكولاتة البني. بنعمل فراغ كده في النص، بنفضيه، بتأكد كده ان هو مفتوح، بندوس عليه بايدينا. بس لازم زي ما قلت لكم تدخلوها في التلاجة قبل ما تبتدوا تشكلوها حوالي نص ساعة عشان تعرفوا تمسكوها وتتشكل معاكم كويس، ما تبقاش سايلة. الشوكولاتة هنحطها في كيس حلواني وهنبدأ نملى الفراغ اللي احنا عملناه بالشوكولاتة البيضة. وبعدين هنزين برضو شوكولاتة بني في كيس حلواني، وهنعمل خطوط بالعرض بالشوكولاتة البني. نعمل خطوط كده بالعرض عشان هنعمل فيها شكل برضو بالعصاية بتاعة الشيش طاووق بس بالجزء المدبب. هنكمل حشو ليها كلها. وبعدين كده بالعصاية بالسن بتاعها هنسحبها سحبة عشان ندي شكل جمالي للشوكولاتة، والاتنين ياخدوا شكل حلو مع بعض. وهنرجع ندخلها التلاجة تاني لمدة ساعة عشان نعرف نقطعها بمنتهى السهولة. بعد ما خرجناهم من التلاجة بنحضر بوكس كده، والورق اللي هو بتاع التقديم بنبدأ نرص فيه الكرات اللي احنا عملناهم الاول. بعد ما خلصناهم كلهم زينت بشوية فيهم منهم، زينت بشوية بالشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة البني عكس بعض، عكستهم. هوريكم بعد ما بنخلص. هنا برضو حالة التمر بعد ما طلعناه بقطعه، بس بقطعه كله مقاس واحد
قطعة وباخدها اقيس بيها القطعة التانية كده يعني لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. وهبدأ برضو ارصها في ورق الحلواني ده او الورق التزيين، وهرصه في البوكس برضو. الطعم تحفة مع فنجان قهوة بيبرز فنجان القهوة، وادي شكله النهائي. شكل جميل وطعم اجمل، وبالهنا والشفا. وجربوها، سهلة جدا وسريعة، وياريت تقولولي.